السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب ده ايه؟ احنا شفناه قبل كده، منظف الحمامات. الله. طب وده برضو منظف الحمامات. طب ازاي؟ ده شركة ايه وده شركة ايه؟ شركة لاستر. الله. وده شركة ايه؟ برضو لاستر. اهو الحفر مش عارفة بقى هيبان. اهو بين اهو الحفر اهو. خلينا من هنا بعيد شوية. الحفر اهو. اهو. طيب ايه الفرق بين ده وده؟ هو ده القديم وده الجديد، ده اللي هينزل بقى وخلاص هيبقى في السوق. زي ما انتوا شايفين وعارفين انه في حاجات كتير بتتبدل عندنا من المنتجات. اولهم قاهر الدهون. فما تستغربوش، اهم حاجة يكون محفور عليها اسم لاستر. طيب احنا عايزين نفهم، هو انتوا بتبدلوا العبوات ليه وبتلخفنونا ليه وتغيروا كمان الاستيكر وتخلوا شكله مختلف تماما عن الاول؟ طيب هو مش احنا قلنا ان شركة لاستر بقت شركة عالمية؟ اه. طيب هي الحاجات دي مش ليها مواصفات قياسية او حاجات معينة لازم تبقى بنفس الشكل ونفس الجودة ونفس المعايير؟ اه. طب خلاص، يبقى احنا عادي ان احنا نغير طالما انت واثقة في المنتج وعارفة ايه اللي يميز المنتج من التاني، الاصلي من اللي مش اصلي. خلاص يبقى هو ده المنتج الاصلي. طيب هو انتوا هتغيروا كل المنتجات؟ تقريبا لحد دلوقتي غيرنا حوالي ربع المنتجات، لان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك المنتجات كتيرة جدا جدا جدا. فواخدينها واحدة واحدة وعلى ما القديم يخلص ونبتدي ننزل الجديد، فاللي بيخلص بننزله حاجة حاجة كده بننزلها. تمام. ده منظف الحمامات 600 ملي. بنعمل بيه ايه؟ بننضف بيه الحمام، سيراميك الحمام، القعدة، الحوض، التويلت، البانيو. بنشيل بيه الصدى، التكلسات الجيرية، الترسبات، الاصفرار، التطويسة بتاعة الحوض، الحنفيات والكلام ده كله. طب بنستخدمه ازاي؟ بنستخدمه ان احنا بنرشه وبنسيبه ما يكملش حتى دقيقة، ونبتدي ندعك بالسبونشة بكل سهولة. طيب ليه استخدامات تانية؟ ليه استخدامات كتيرة جدا. منها ان هو بيشيل الحبر من على الأقمشة. طب هو آمن؟ آمن لو غسلتي وشطفتي على طول، آمن جدا ما تقلقيش. طيب بيعمل ايه تاني؟ بيشيل الشخبطة اللي على الحيطان. يعني دلوقتي انا تقريبا الحيطة هي باين فيها ان هي فيها خط اهو، شايفينه اللي هو الاسود ده؟ مش عارفة، انا عايزة اشاور لكم عليه، مش عارفة يظهر فين في الكاميرا. اهو ده. دي شخبطة على الحيطة. يقدر يشيلها، يقدر يشيلها. اجيب سبونشة معايا وادعك، ارش الاول بعدين ادعكها هتطلع بكل سهولة. طيب هل ليه استخدامات تانية؟ لو مثلا على البيبان عليها شخبطة، على اي حاجة تتخيليها عليها شخبطة، على الهدوم، على الملابس، بصي على الانتريه، على الركن، على اي حاجة تقدري تشيلي بيها. طب امال مزيل البقع بيعمل ايه؟ ما هو افرض انا ما عنديش غير هو الحمامات. تمام. فدي استخدامات اخرى من المنتجات، يعني المنتجات اللي بتستخدم استخدامات اخرى. هو آمن جدا. طيب ريحته قوية ونفاذة؟ لا، هو بريحة النظافة الأصلية. لكن برضو انت يستحسن لو انت مريضة صدر او كده، يعني ما ترشيش المنتج وتقفي مقربة كده، فاهمة؟ لا يعني رشي المنتج واطلعي دقيقة وادخلي تاني. وبصي بقى، هتدعكي بالسبونشة، وبعد ما تدعكي بالسبونشة هتشطفي عادي جدا جدا. عايزة تنشفي نشفي، مش عايزة خلاص. لكن في المط بقى، السيراميك المط اللي هو الغامق، لازم لما اغسل بالمنظف، اي منظف حمامات، اي حاجة ليها علاقة بالمواد اللي بتنظف وبتطلع الصدى والكلس والتجيير والترسبات والكلام ده كله، لازم بعد ما اغسله لو هو مط، بعد ما اغسله بالمنتج اجيب شوية مية بصابون وادعك تاني بالليفة ولا الاسبونشة، واقوم جايبة حتة قماشة منشفة. لو اتبلت اجيب حتة قماشة ناشفة وانشف تاني ورايا، وخلاص على كده هلاقي السيراميك بتاعي بيبرق.
يعني هو بيستخدم للمط كمان؟ بيستخدم للمط، يبقى للسيراميك العادي وللمط. طب انتوا عارفين بيستخدم في ايه تاني؟ لو عندك حاجات استلس وانت ما عندكيش قاهر دهون بيستخدم فيها. ايه ده بجد يا مدام دعاء؟ احنا جربنا. يعني مثلا انا بيكون ما عنديش قاهر دهون وعندي حاجه، انا ممكن يعني حاجه استلس، المهم تكون استلس، تمام. اتحرقت، اتلسعت، مش عارفه ايه، شيطت فيها مثلا رز، شيطت صلصه، حرقت اي حاجه، فالحله انا مش عارفه اتصرف فيها. هتعملي كالتالي او كالاتي، ان انت هتشيلي منها تنضفيها خالص كده وتبقي سايبه بس السواد اللي فيها ده او الحرق او المكان اللي موجود فيه، وهتقومي جايه رش عليها. وبعد ما ترشي عليها تسيبيها دقيقه او دقيقتين. لو حسيتي ان هي مش بتطلع معاكي بسهوله، شويه ميه سخنين في قلبها ودعاكي في ثواني هيلمع لك الاستانلس وهيخليه بيبرق بيبرق بيبرق. حاجات لاستر ليها اكتر من 5 و6 و7 و8 و10 استخدامات. المنتجات بجد فعلا جودة وفاعلية فوق ما تتخيلوا. يعني ده مش اعلان، ده عن تجربة، ده عن تجربة. انا مجربة المنتجات دي بنفسي في بيتي وعارفة اذا كان المنتج ده فعال ولا مش فعال. يعني انا مش طالعه اقول كلام وخلاص. وطبعا الناس اللي عارفيني وبيصدقوني وبيتصلوا عليا، يعني بصوا انا بجد والله يعني حتى اللي مش عارفيني اللي بيتصلوا عليا وبيكلموني، انا ما تتصوروش فرحتي بيكم قد ايه، وما تتصوروش انا منبهره جدا 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 بان انا عاجبه حضراتكم وطريقتي واسلوبي وشرحي، وانه في ناس اصلا بتسمع الفيديوهات، وانه اصلا انتوا مهتمين جدا بالمنتجات وعايزين تعرفوا عنها اكتر، واللي بتهتم وبتسأل اشتغل ازاي واللي يعني بصراحة لكم جزيل الشكر والتقدير. مش عارفة اقول لكم ايه، بس بجد بجد المنتجات فعلا تستاهل ان كل واحد يتكلم عنها باستفاضة. وانا عامله لكم حلقات كتيرة جدا عن كل منتج باستفاضة، سواء كان منتج شكله اتغير او المنتج بشكله القديم. بس المهم ان انا عاملة عن كل منتج حلقة لوحده. ولو في منتجين بيشتغلوا مع بعض عاملاهم برضو في حلقة مع بعض. ولو في منتجات مثلا ده مثلا قاهر الدهون التقيل وده الدهون الخفيف، برضو عاملاهم في حلقة مع بعض. وقاهر الدهون لوحده والدهون الخفيف لوحده. بصوا الحلقات دي هتبتدي تنزل من يوم 1/6 ان شاء الله. هتنزل بشكل جديد وتبقى شكلها حلو جدا. ويا رب ما اكونش بس بطول عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.